الكلمة دي كتبتها وانا في تحدي اني الم الفيزياء كاملة في 6 ايام بس، من خلال الخطة اللي قدامك دي اللي كلفتني وقت ومجهود سنة كاملة عشان اعرفها. ولا انا مش جاي اقول لك حل كتير عشان تبقى سهلة، انا جاي اقول لك بصراحة ان انا زيك بالظبط وما بطيقش حاجة اسمها فيزياء، بس لما طبقت الخطوات دي لميتها بسهولة. ده غير اني هعرفك سمعت مين وذاكرتها ازاي وازاي عرفت احلها بعد ما كنتش بعرف، وهديلك الجدول كمان اللي انا مشيت عليه. فلو انت عايز تحل عقدة الفيزياء في اخر فرصة ليك تابع معايا الفيديو لحد اخر لحظة. اما لو انت عايز تندم في امتحان اخر السنة فانت غالبا هتخرج من الفيديو. 30/4/2022 اليوم ده تحديدا كان اخر يوم في رمضان، واليوم اللي بعده كان خلاص العيد. فبالمناسبه السعيده دي المدرسين هنا في الشرقيه ادونا اجازه اسبوع، واخر درس عندي في اليوم ده تحديدا كان درس فيزياء، والمستر ما شاء الله بقى قاعد يشرح بقى بحماس في الفيزياء الحديثه والطيف بقى والفوتونات والليزر والهجايز دي. لكن المشكله وقتها بصراحه ان انا كنت غرقان في التراكمات، فللاسف تقدر تقول كده ان انا يعني ما فتحتش الحديثه. فبقى قاعد قدامه هو ايه يا جدعان الكلام الغريب اللي الراجل ده بيقوله ده؟ بعمل ايه بقى في امتحان اخر السنه اللي خلاص يعني كلها ايام معدودات وداخل عليا اهو؟ يعني اشبه على الرياكشن ده، انت بتلاقي حاليا ولا ايه؟ روحت البيت بقى وانا في قمه الاحباط. ماما شافتني متضايق كده فقالت خلاص بقى بكره العيد ان شاء الله نخرج. انا افتكرت بقى حالتي في الفيزياء الحديثه، ده غير ان كمان الفيزياء الكهربائيه لو انت كنت شفت الفيديو بتاعها هتلاقي ان انا قعدت اتنقل بين 6 مدرسين لمجرد ان انا عايز افهمها بس. وحاليا بصراحه انا حاسس ان مش فاكر فيها كلمه اصلا، وبصراحه وقتها حسيت ان انا مش عارف اقول ايه، فقمت رايح داخل الاوضه وقعدت على المكتب كده ببص على الفيزياء ومش عارف اعمل فيها ايه، لدرجه ان عيني فعلا بدات تدمع، لان انا والله العظيم عارف ان انا غلطت وراكمت، بس في نفس الوقت اقسم بالله انا تعبت. الوقت ده ساعتها كان حوالي الساعه 3 بالليل. في العادي بصراحه انا ما بكونش صاحي في الوقت ده، فقلت اما اقوم كده اصلي ركعتين قيام ليل اكيد ربنا مش هيسيبني. واول ما احط راسي على الارض وانا ساجد الاقي نفسي بعيط واقول يا رب الحقني. لحد بقى ما خلصت صلاه حسيت ان انا ارتحت جدا. بدات تيجي في دماغي حاله كده ان انا افتكر الناس اللي انا كنت اعرفها زمان، والناس دي حصل بيني وبينهم مشاكل كتير قوي مش عايز اوجع دماغي بيها بصراحه. بس الفكره ان حاليا يا اما انا انجح فانا افرح، يا اما انا افشل فهم يفرحوا. وبعد ما كنت في قمه الاحباط في اللحظه دي اتشحنت بكميه طاقه وحماس مش طبيعيه، وهنا بالظبط بدا التحدي. اول يوم بصراحه حصلت حاجه انا ما توقعتهاش. صحيت الساعه 5 الصبح مع اننا كنا نايم الساعه 3 وشويه، لا وكمان في قمه الفوقان. هتستغرب ليه؟ ما قيام الليل هيعمل اكتر من كده. جيت ابدا بالفصل الاول في الفيزياء عادي، بس لقيت دماغي فيها كميه قلق وتوتر مش طبيعيه. كل اللي في دماغي ان انا عايز اخلص الحديث، عايز الم الحديث، فقلت خلاص انا هبدا بالحديث افضل. وبالفعل بداتها، لكن هنا ظهرت المشكله. اسمع مين بقى دلوقتي في الفيزياء؟ جيت اجرب اشهر مستر فيزياء موجود على اليوتيوب، وبصراحه ما فهمتش اي حاجه. لكن اللي بعده بقى لما جيت اسمعه على اليوتيوب برضه ما فهمتش اي حاجه. المشكله ان كل واحد منهم كان مليون سبسكرايبر عزيزي المذاكراوي. انا كل فيديو بكتب لك في التعليقات تحت انك مخك تخين، بس انت ما تصدقنيش بصراحه. وفضلت حاسس ان انا تايه كده لحد ما شفت مستر دمه خفيف ولذيذ وكمان فهمت منه. دمه خفيف ولذيذ وكمان فهمت منه، ده مين ده يا معلم؟ بصراحه كان مستر محمود مجدي، واقسم بالله عزيزي المذاكراوي ده مش اعلان. واتمنى لو حد يعرف يوصل لمستر محمود مجدي يقول له انا بحبه في الله، وبجد هو بسط لي الفيزياء جدا جدا جدا. لكن لو بعد كل ده فاكر عزيزي المذاكراوي ان انا عرفت احل بسهوله فانت غلطان، لاني بعدها اخدت اكبر صدمه تحدي كله. خلصت سماع المحاضره وبالفعل جيت احل، بس لقيت نفسي مش عارف احل حاجه. امال انا كنت بعمل ايه يا جدعان من شويه؟ هنا بقى حرفيا قمه الاحباط اللي في الدنيا كلها بص جاي عليا، لكني اوتوماتيك على طول بدات تفتكر الناس اللي عايزه تشمت فيا. فقررت ان انا هخلص اسئله كتاب الامتحان حتى لو احلها كلها غلط. واكتشفت الصدمه عزيزي المذاكراوي، لقيت ان عشان تعرف تحل في الفيزياء فانت قدامك طريق من اتنين. يا اما تخرج من المحاضره دماغك مترتبه وعارف ان انا لو لقيته بيسالني عن كذا يبقى هو محتاجني افكر بالطريقه الفلانيه، ولو لقيته بيسالني عن كذا يبقى محتاج احل بالطريقه الفلانيه. ده غبي ده ولا ليه؟ طب ما انا نفسي اساسا يحصل كده. عشان كده بقى الطريق التاني هو الافضل ليك، هو انك تحل بطريقه ومبدا اللي بيستكشف افكار، وبعد ما تخلص حل خالص تيجي تبدا تحلل بقى. والله انا حليت مثلا معظم الافكار كانت بتتركز على 3 محاور رئيسيه. لما بيحتاج المطلوب الفلاني ببدا ان انا افكر بالطريقه الفلانيه، لما المساله تيجي بالشكل ده ببدا ان انا افكر بالطريقه الثانيه. تبدا تحلل وتفكر. عشان كده بالظبط عادي جدا انك لما تكون حليت كتاب واحد في الفيزياء تحس انك مش مجمع. حل كتاب تاني، خلصت كتاب بالمستر، حل كتاب الامتحان، خلصت كتاب الامتحان، حل كتاب نيوتن. اللي هيفضل يجمع افكار اكتر هيعرف يحل اكتر. يعني كده هقفل الفيزياء يا معلم؟ لا طبعا، لان جيت على اليوم الثاني ببص على اللي انا ذاكرته امبارح لقيت نفسي مش فاكر حاجه. عشان كده بقيت بقى براجع الحاجه اللي انا ذاكرتها امبارح قبل ما ابدا مذاكره النهارده. هو هيسال في النظر يا دكتور؟ ايوه طبعا. عشان كده كنت ببدا اذاكر النظري بعد ما احل. كنت بشرح لنفسي دايما على السبوره دي ساعتها، يعني ما كانش عندي غيرها. وكان الكلمه دي على فكره كنت عايز ان انا يعني كنت متضايق جدا وزعلان ومحبط خالص، فكتبت لا تحزن ان الله معنا. وكان نفسي اطلع الاول على الجمهوريه بس الحمد لله ما طلعتش. يعني بالمناسبه ده كان بيتمسح عادي ساعتها يعني، بس عشان بس بقى لها 3 سنين ولا حاجه، فيعني الكتابه
لزقت على السبوره. يعني دي اخر حاجه كنت كتبتها حرفيا في الاسبوع كله بعد ما خلصت الفيزياء كلها. اما لو انت بتسال بقى عن الجدول اللي انا ميت بيه الفيزياء، فهو جدول قدامك على الشاشه دلوقتي. هو بصراحه كده يا معلم يعني انا عندي مشكله في مواد ثانيه غير الفيزياء. ما تقلقش خالص لاني عرفتك ازاي تلم اي ماده موجوده عندك في اسبوع واحد بس في الفيديو اللي هيظهر قدامك على الشاشه. عزيزي المذاكراوي ما تنساش تصلي على النبي. سلام.